الأخ فرات يقول شيخنا يا هو الأفضل والمستحب الصلاة في وقتها ونفرق بيناتها ظهر وعصر ومغرب وعشاء لو نجمعهن كلهن؟ أخي المحترم، أولا إحنا عندنا وقت مشترك للصلاة وعندنا وقت خاص للصلاة. الصبح واضحة هذا الصبح، لكن الظهر والعصر اكو وقت خاص بالظهر اللي هو من بداية الأذان إلى مقدار إقامتها، ايش قد تدقينها 5 دقائق 7 دقائق، هذا خاص بالظهر. والوقت الخاص بالعصر آخر وقت العصر، هذا خاص بالعصر. وما بينهما مشترك بين الظهر والعصر. فيا أخي الكريم، احنا عندنا وقت مشترك واكو وقت خاص، يعني مو الجمع وفق ما انت تتصور انه هذا الوقت ما له خصوصيه، لا، الوقت من الظهر للعصر اول بدايه بمقدار الظهر هذا خاص بالظهر، واخره بمقدار اداء صلاه العصر هذا خاص بالعصر، وما بينهما مشترك. وكذلك المغرب والعشاء، اول المغرب خاص بالمغرب واخره خاص بالعشاء، هذا اولا. ثانيا يا اخي الكريم، انت تقول يا هو الافضل. الافضل يا اخي الكريم ان يؤدى كلهم في وقته، بس مثل ما قلت لك الوقت هذا مشترك، فانت سواء اذا تلحق يعني وراء اذان الظهر تاتي بالعصر، هذا ايضا وقت العصر، لان وقت العصر يبدي بعد اكمال الظهر، هذا يبدي وقتها. فالقضية هكذا، القرآن الكريم يقول أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، كما يقول العلماء ذكر 3 أوقات، هذه الأوقات مشتركة، الوقت من الظهر للمغرب ومن العشاء لمنتصف الليل، هذه مشتركة بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. فالقضية تقدر هكذا وتقدر تفرق وتقدر تجمع.